ياهو السلام عليكم كدايرين هما هادوك هما هادوك لما شافوك. السلام عليكم المتتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى من الله تبارك وتعالى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير، تكونوا ديما سنك ديما الطوب ديما الطوب، ديما هانيين، احوالكم بخير، اموركم هانيه. تفضلوا. شكرا. قبل كل شيء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين. المهم، اليوم عندي واحد النقطة بغيت نوضحها، حينتي دخلوا عندي المتتبعين. المهم من هذا المنبر تحية للمتتبعين ديالنا اللي دخلوا عندنا جداد، وتحية للقدام، وتحية للناس اللي يلا غيلتحقوا بالقناة. تحية ليهم وشكرا لكم على التعليقات، وشكرا لكم على الجمجيم ياك الجيمات. شكرا لكم على كل شيء. بكم كاملين ومرحبا بكم كاملين المتتبعين ديالنا. واحد النقطة. المهم جاوني تساؤلات بزاف، نقاط هما. المهم الناس اللي تيسولوني سعيد واش زعما كاينه صله وصل بين عائله بواه وداكشي. صله وصل بين عائله بواه ما كايناش. صله الرحيم بين عائله بواه ما كاينش. صله وصل بين عمامو. المهم عائله بواه بصفه عامه ما كايناش صله وصل بصفه نهائيه. ما تيزوروش، ما تيدقوش بابو، ما تيساندوش في المحن ديالو، ما حتى شي حاجه. ليه الله سعيد من ناحيه عائله بواه ما تيساندو حتى شي واحد. هاد النقطه بغيت نوضحها. المهم ورغم ذلك الحمد لله وهذا ابتلاء من الله. الله تبارك وتعالى لبلانا بالمرض، الحمد لله ابتلاء من الله. ولا بلانا بان عمامو داكشي تكون بيننا وبينهم مشاكل وداكشي وما يزوروش. تا هو ابتلاء من الله. ولكن كاينه واحد النقطه ما الانسان ما تيفكرش فيها، بان هنا راه دار فانيه، الدوام لله، واللي في الاخره اللي ضاع ليه شي حاجه كل غياخد. وحنا ما محتاجين والو هنايا في الدنيا، محتاجين في الاخره. الا ضاعت لينا حقوقنا ومن ناحيه صله الرحيم، ومن ناحيه بزاف ديال المشاكل اللي واقعه لينا بين ولادي وبين خوتهم وبين، الا ضاعت لينا شي حاجه اللي هي غناخدوها. هنا راه فاني، الدوام لله، اللي هي اللي محتاجين حنا حسنات، ومحتاجين شحال من حاجه. المهم هاد النقطه وضحتها، تيسولوني عليها المتتبعين. ومن ناحيه واحد النقطه ثاني اخرى، شاءت الاقدار هاد العام في العيد الكبير، الحمد لله شاءت الاقدار وغيتم الصلح بين ولادي وبين خوهم. كاين المراه الاخرى عندها ولد وبنت، وانا عندي ولد وبنت. المهم هاد العيد الكبير، هاد النقطه كان غيطرق ليها سعيد، وكان غيوضحها لكم شحال من فيديو. في هاد الفيديوهات كاملين اللي درنا مور العيد الكبير، الساعه شاءت الاقدار باش غادي توضح في هاد الفيديو هذا. المهم خوهم هاد العيد هذا تصالح معاهم وعيد معاهم. ما مشى من عندنا نهار العيد حتى العشيه، هذا مشى من عندنا. الحمد لله راه دنيا وسعيد راه تصالحوا مع خوهم. ولكن ختهم صعيبه شويه في التصرفات ديالها وقاصحه شي شويه، وتنتمنى هذا الغيار يحيد. ما حنا ما ضامنينش عمرنا، وما عرفنا شحال باقي لينا في عمرنا. تنتمنى يكون الصلح بين ولادي وبين ختهم الاخرى، وان شاء الله يكون خير. هاد الغيار هذا وهاد النزاعات وهذه راه مده ديال 20 عام ولا مع 22 عام، وهو كاين النزاعات وكاين الغيار وكاين مشاكل بين ولادي وبين خوتهم، وهاد النقطه
حتى واحد ما تطرق ليها باش يوضحها، وحتى واحد ما تطرق ليها في عمامهم باش غيحيدوا هاد الغيار. حيت دابا كيفاش ولادي يتصالحوا مع خوتهم؟ خاص العمام هما اللي يتدخلوا. كيفاش ولادي خاصهم يتصالحوا مع خوتهم؟ خاص عماتهم هما اللي يتدخلوا. اما ما يمكنش سعيد غادي يمشي عند خوتو كيفاش، حيت سعيد عنده مشاكل. ما كاينش كيفاش، ما كاينش كيفاش غادي يمشي عندهم، وما كاينش كيفاش يتنقل من بين هك وبين هك باش يتصالح معاهم. خاص الناس الكبار، الناس الواعيين، الناس اللي فاهمين، الناس اللي تعرفوا بين، اللي يعرفوا بينهم وبين الله وعندهم العقل، هما اللي خاصهم يحيدوا هاد النزاع بين ولادي وبين خوتهم. ولكن الله غالب. انا ما لقيتش ولادي الجهد، وما لقيتش لسعيد الجهد باش غنصالحوا مع خوتو كلهم. المهم خوه تصالح معاه في العيد الكبير، تصالح معاهم خوهم وخوتهم باقا، ونتمناهم الله تبارك وتعالى يكون خير. ثاني سعيد منين تيعيش؟ سعيد واش عنده شي مدخول؟ واش عنده شي مصروف؟ واش عنده شي حاجه تعطيها ليه الدوله؟ سعيد عنده الله. سعيد عنده الله. ما عنده لا شهريه، ما عنده لا مسؤول تيدق بابو، ما عنده لا زعما شي مصروف تيعيش منه، ما والو. تيعيش مع الحباب بحال وجوهكم، وتيعيش مع الناس اللي تيشريو الاخره ديالهم. هاد النقطه باغا نوضحها. ما عندوش مدخول، ما عندوش مصروف شهري، ما عنده حتى شي حاجه. عنده الله، عنده الله، والحمد لله على قضاء الله. الحمد لله. رغم ان لا مسؤول تيسول، ولا مدخول شهري، ولا حتى شي حاجه. وانسان ملي تيكون من ذوي الاحتياجات وما تتكونش عنده الصحه تيكون محتاج المعنويات اكثر من الماديات. وسعيد ما عنده لا معنويات لا ماديات الا من المتتبعين ديالنا. الله يجازيهم بخير والله يجعلها في ميزان حسناتهم. سعيد الناس هما اللي تيخلصوا ليه الترويض، ومن داك النسبه اللي تيعطيوه الناس باش يخلص الترويض تيستافد منها دواء، وتيستافد منها طبيب، والله يجازيهم بخير. والحمد لله على كل حال، والحمد لله على الابتلاء، الحمد لله على اي حاجه جات من عند الله. الحمد لله. وانا كنت خدامه، ولكن ملي سعيد كبر خاص الله يحظيه. دابا ما نقدرش انا نخرج نخدم وسعيد يجلس، وما كاينش اللي غيراعي لسعيد، لان اختو خدامه وتاهي عندها بنيات صغار. هذه النقطه وضحتها المتتبعين الجداد اللي التحقوا بالقناه. تيسولوني بزاف ديال المتتبعين، تيجيني في الايميل قولي لنا بصراحه، قولي لنا بصراحه. المهم انا وضحت لكم هذا النقطه. لكن الحمد لله على الابتلاء. الحمد لله ياك سعيد. ديما الحمد لله، ديما الحمد لله قبل كل شيء وبعد كل شيء. كاينين الناس تيحبونا وتيساندونا وتيوقفوا معنا وتيدعمونا. الحمد لله. وتنتمنى حتى من الناس يبقاو يبارطاجيو ليه الفيديوهات، لان هاد القناه راه ما مستافد منها حتى شي حاجه، الا مستافد غير من وجوهكم. اما القناه من الادسنس راه ما مستافد حتى شي حاجه، ما مستافد والو، ما مستافدش. هاد القنوات هادو ديال ذوي الاحتياجات ما تيكونوش طالعين، وما تيدعموهمش، ما تيدعموهمش. ما كاين. انا شفت شحال من قناه ديال ذوي الاحتياجات ما كاينش الدعم، وما كاينش شحال من حاجه. وهاد القناه خاصه شحال من حاجه باش غتطلع، ولكن دارها باش يخلص الترويض ديالو، باش يصرف على راسو، باش يدير شحال من حاجه يكون مستقبله. ولكن غالب الله، وانا ما كرهتش ليه. وتنتمنى من المتتبعين ديالو يبارطاجيو معاه في الفيسبوك، يبارطاجيو ليه الفيديوهات معاه، الا كانوا كتعرفوا شي قنوات ولا في الجروبات باش يستافد منا ولو غير شويه. راه ما استافدش كاع بصفه نهائيه، راه ما استافدش السعيد. المهم هاد الفيديو خاص وضحت بعض النقاط. شكرا للمتتبعين ديالنا، شكرا الناس اللي التحقوا بالقناه، شكرا الناس قدام جداد، الناس اللي يلا غير التحقوا بالقناه هما شكرا لهم، شكرا على التشجيعات ديالكم، شكرا على اي حاجه ديالكم. وتحيه للجاليه المغربيه، وتحيه للمغاربه من طنجه للقويره، وتحيه للناس الجزائر. تحيه لكم كاملين، والى فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.